السلام عليكم. يلا بينا بقى نعمل الوصفة الخطيرة دي، بجد هتعجبكم جدا. وصفة حصرية اعتقد محدش عملها قبل كده. تمام، بس بجد هتعجبكم. جربوها بس وان شاء الله هتدعوا لي. الوصفة يعني سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة، موجودة في كل بيت. عبارة عن ايه؟ عبارة عن شعرية، عبارة عن بسلة وجزر. انا كنت مفرزاهم، واللي عايز يشوف كمان طريقة التفريز يا ريت يدخل على الحلقة دي ويشوفها. تمام. شايفين الفراخ تحفه ازاي؟ انا كمان كانت سخنه والله وانا بقطعها، لكن هي فعلا كانت دايبه جدا. آه، تابعوا بس الفيديو للاخر، لان فيها فعلا تكات يعني بتفرق كتير قوي قوي في الاكل، يا ريت بس تشوفوها. والله هتستفادوا كتير. تمام. بصوا كده. في البدايه كده انا هنبتدي طبعا نغسل الفرخه كويس جدا، وهنقعها من بالليل. الافضل تنقعها من بالليل. هتنقعها في ايه؟ في ميه وملح وسكر. معلقتين ملح، معلقتين سكر. بصل شرايح لو ما عندكيش البصل الاخضر ده. انا حاطه بصل اخضر كان عندي فحطيت منه. ورق لورا. يعني حبهان. الحاجات العطريه دي كلها بتخلي مفيش ريحه للفراخ تماما، مفيش خالص. غير انها بتشيل الزفاره خالص. طبعا انا شلتها وحطيتها في حاجه يعني اصغر، بحيث ان انا يعني اخلي الميه محصره لغايه الاخر. وبعدين غطيتها وحطيتها في التلاجة. طيب لما نيجي بقى نعمل المحشي، من التكات المهمه انك انتي طبعا في البدايه كده احنا هنبدا بالخضار. هننضفه وننقعه في ميه وخل. تمام كده. طبعا موضوع الميه والخل دوت بيخلي يعني الخضره نظيفه جدا، والميه بتاعتها بتبقى نظيفه جدا. فانت على يعني اول حاجه اعمليها على ما تخلصي البصل وتخلصي الطماطم والتسبيكه بتاعتك، تكوني خلاص الايه، الخضره اتنقعت، ما خدتش معاكي وقت خالص. طيب بعد كده انا بستخدم بصل كتير، يبقى كمان دي تكه مهمه وحلوه قوي على فكره. بتفرق في المحشي جدا. بستخدم حوالي كيلو الا ربع من البصل. انا هعمل هنا كيلو رز بس، على الصينيتين اللي هتشوفوهم دلوقتي بالنسبه للمحشي. طيب هنزل بالبصل هنا بقى. حطي كل البهارات بتاعتك بحيث ان هي تاخد من يعني من الروايح البهارات اللي هتحطيها، وتبصي تلاقي يعني البيت ريحته اتقلبت، جايبه لاخر الشارع. تمام. ملح، فلفل اسود، بهارات محشي. انا بحط بهارات محشي مش 7 بهارات. تمام. لو ما عندكيش حطي 7 بهارات، ما عندكيش حطي ملح وكمون بس يعني. المحشي هيبقى حلو باذن الله. ملح وفلفل اسود، قلنا كزبره جافه. وحطيت كمان بهارات المحشي والكمون، طبعا الكمون ده اساسي. روح المحشي. التكه كمان اللي هنا، ان البصله انا يا دوبك انا بديها يا دوبك ما تاخدش لون، لا انا بخليها تدبل. البصله تدبل تماما، تدبل خالص. وبعدين انزل على طول بالصلصه بتاعتي. حلو كده. شايفين الصلصه جميله ازاي؟ الصلصه هنا كمان يعني طريقه امهاتنا ما تبقاش مميميه، تبقى ايه، تبقى تقيله. كمان دي تكه مهمه. اعمليها تقيله افضل. تمام. ما تبقاش ايه صيصه كده. هنا برضو هنزل برضو ببقيه البهارات بتاعتي، يعني هي بس انا ببقى اقسمهم نصين، نص هحطه وهو على النار، والنص التاني بحطه بعد ما احط الخليط بتاعي بقى، الرز والخضره وكده. طيب كمان خلي بالك عشان في كمان تكه جميله دلوقتي جايه، حلوه قوي. بتفرق قوي في طعم المحشي. النعناع، شوف انا النعناع الجميل ده انا حاطاه اخضر لان كان متاح عندي الاخضر ده، فقطعته صغنن كده وحطيته زيه زي الخضره. لكن ما عندكيش ممكن تحطي نعناع جاف جاف عادي. عادي مفيش مشكله، بس بقول لك على حاجه، ما تستغنيش عن النعناع. النعناع بجد بيفرق. بس انا زي ما قلت لكم هحط بقيه البهارات بتاعتي، وكده ايه الخليط جاهز بتاع المحشي. طيب انا هنا بحط في الصينيه بتاعت الكرنب، بحط الخضره اللي هي بقطعها الاولانيه قبل ما اقطعها صغير كده. باخد الجزء الاولاني دوت بحطه في قعر الصينيه. بالنسبه للورق العنب بقطع شرايح طماطم، شرايح بصل. مين بيعمل زي كده؟ لو بتعملوا كده اكتبوا لي تحت، اكتبوا لي في الكومنتات. طيب انا جايبه هنا برضو ببطئ الفيديو شويه، بحيث البنات الامارات المبتدئين اللي بيعرفوش يعني يحشوا ورق العنب يشوفوا الطريقه. شايفين انا بحط الرز الاول، بيبقى بسيط مش كتير عشان ما يطلعش من الورقه. بضغط الجزء الاولاني خالص، وكده بحط الجنبين واضغط بصباعي وانا بلف.
شايفين؟ يطلع معاكي الصابع ماسك نفسه جدا لحد ما يستوي خالص، وهو زي ما هو ماسك نفسه. يبقى ايه طريقة الطبق دي سهلة جدا على فكرة وجميلة يعني. حاولي بس تعلميها بالطبق، بموضوع الطبق ده هتلاقيها سهلة جدا. شايفة انا بحط كذا ورقة في الطبق كده عشان يعني احشي مرة واحدة. كمان احنا بنلفها كده داير ما يدور، زي شكل المروحة كده. تمام. ولكن اللي في النص يعني افضل الف عليهم ايه لفة، صف ورا صف. تمام. وبعدين اللي في النص دوت حطيه عشوائي مفيش مشكلة. اهو شايفين بقى الصينية بقت عاملة ازاي؟ تحفة والله. ولا انتوا ايه رأيكم؟ اللي بقى ما عملش بقى لايك واشتراك في القناة يا ريت يعمل بإذن الله. هشوف حاجات جميلة كتير. يلا يا ابله انت وهي اعملي لايك. طيب معانا الفرخة بتاعتنا العسل دي اللي احنا نقعناها قبلها بيوم، وتغسل طبعا بالدقيق والليمون والملح كويس جدا. وبعدين هبتدي كده بقى ايه، بصلة مقطعة صغير جدا، وبعدين ملح وفلفل اسود بس من جوه وبره كده، وظبطيها من بين الاوراق والصدر. في كل حته كده حطي كده الملح والفلفل الاسود ده مع البصله، بجد بتدي طعم. يعني الفرخه هي مش اتاكلت، هي هما شربوها كانوا عايزين تاني. تمام. انا بقى الخلطه بقى الحصريه بتاعتي انا اعتقد محدش عملها. هنا كوبايه من الشعريه هنحمرها بالشكل ده، ما تحمرهاش قوي، يمكن الاضاءه هنا مش مبينه قوي، بس ما تحمرهاش قوي. تمام. وكده انزل عليها ببصلايه مبشوره، بصله ملح وفلفل اسود. تمام. وهنزل عليه كمان شويه البسله دول، دي عباره عن كوبايه من البسله كده على جزر. بنسيبها تدبل كده يعني من 3 4 دقايق، وانت عماله تقلبي فيها ما تشيليش ايدك لحد ما تدبل البصله البسله مع الجزر مع الخليط ده كله. وبعدين تنزلي بالميه. هنا في ملح وفلفل اسود، ويعني ربع معلقه من الكزبره الجافه، وربع معلقه من الكمون، مش اكتر من كده. طبعا الملح ده هقول لك ما ينفعش اقول لك عليه، انت طبعا ممكن تكوني عامله 2 فرختين، ممكن عامله 3، فانت بتظبطي ملحك على حسب الكميه اللي انت عاملاها. طيب انا هنا المفروض انزل بكوبايه الا ربع من الميه، لكن انا يعني سرحت شويه فانا نزلت بكوبايه. عموما هي ايه، الحمد لله ما فرقتش قوي في الوصفه. يعني ما فرقتش يعني ما تعجنش ولا حاجه، الشعريه كانت حلوه خالص. لكن طبعا لو هتعمليها كمان يعني كوبايه الا ربع افضل بكتير. ادي الحشوه بتاعتي جهزت. هحشي بيها الفرخه. حطي بقى زي ما انت عايزه امليها كده، لان ده كله ايه يعني هنخلص عليه. شايفين؟ الباقي بقى من الحشوه بتاعتك خليه على جنب عشان تحطيه تحت الفرخه لما تطلع. يلا بينا بقى على الخليط اللي هنحطه، او الصوص ده اللي هنحطه على الفرخه. تمام. دي عباره عن ايه، عباره عن معلقتين من الصلصه، ليمونه، عصير ليمونه كده، وحطي معلقتين من الصويا صوص، وملح وفلفل اسود، ومعلقتين زيت، بس كده. يلا بينا نقلبها كويس. حطينا الملح وفلفل اسود، صويا صوص، ليمونه، وبس كده. هنقلبها كويس، ونبتدي بقى ايه ندهن بيها الفرخه بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. قبل انا حطيت في الصينيه من تحت ورق فويل، او ورق الومنيوم. وبعد كده ايه بحط الفرخه بتاعتي، بغطيها بورق زبده وورق فويل. مش حابه تحطي من تحت ورق فويل زي كده براحتك. تمام كده. شايفين الفرخه تحفه. يلا